بلكي الأطفال شافوا حية بغير مكان ومسكوها. تساؤل كتير متكرر ولازم أوضح هاي النقطة. اللقاء مع الأفعى بمر ضمن إطار تربوي تعليمي مخطط وثابت من بداية السنة الدراسية. يعني الأطفال مرقوا بسيرورة تعليمية وتوعوية من بداية السنة الدراسية، مش بس ملاطفة. الهدف توعية الأطفال وتزويدهم بالمعلومات عن الحيوانات من خلال التعلم بالملاحظة والتجربة المباشرة. من خلال هاي اللقاءات الأطفال بتكتسب المعرفة عن الحيوانات، بيفهموا سلوكهن وكيف التصرف الصح إذا واجهوهن بالطبيعة. فالهدف كمان تعزيز الوعي والحذر وتقليل المخاوف، مش إنه نمسك الحيوانات اللي بالطبيعة بدون معرفة. فمن خلال السيرورة التعليمية مش بس بيتعلموا بيعرفوا عنه معلومات، كمان بيتعلموا كيف يتصرفوا معاه بهيك موقف، وصار عندن الإدراك إنهن يميزوا بين الخطر والآمن. هيك بنزرع عندن الوعي والمسؤولية، ومع التكرار والملاحظة بيصير عندن إدراك حقيقي وبيعرفوا يتصرفوا بطريقة آمنة وصحيحة. اللقاء مع الأفعى أجى بعد سلسلة لقاءات مع حيوانات مختلفة، وأكيد حكينا عن الفرق بين الأفعى السامة والأفعى الخانقة، واللي أنا بجيبها بس مسموح إنه نقرب عليها، ومش أي حي منشوفها مسموح إنه نقرب عليها ونمسكها لأنها بتكون خطرة وسامة. فدايما لازم يكونوا حذرين ويطلبوا حتى مساعدة من حدا بالغ قريب منهم. الهدف نبني إدراك كامل كيف نتعامل مع هاي المواقف، وإنه الأفاعي مش آمنة، وهيك بنزودهم بالأدوات الصحيحة ليعرفوا يتصرفوا بهيك مواقف.